هل أنت من المستغفرين والمكثرين من الاستغفار وتتساءل يوما هل يا ترى قبل الله استغفاري؟ هل استغفاري صحيح؟ وهل طهر الله قلبي كي يؤتيني ثمار الاستغفار؟ هذا الفيديو لك، فيه 5 علامات عظيمة إذا رأيتها في نفسك فأبشر، فالله قد قبل توبتك وغفر ذنبك بإذن الله. وانتظر قطف ثمار الاستغفار. تابع معي حتى النهاية فقد تجد العلامة التي تريح بالك ويطمئن بها قلبك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، أتمنى أن تكونوا بخير وأنتم تشاهدون فيديو اليوم. سوف نتكلم اليوم عن أهم 5 علامات تظهر على المستغفرين تدل بإذن الله على أن استغفارهم صحيح وأن الله سبحانه وتعالى قبل استغفارهم، فليستمروا ويواصلوا في هذا الطريق. نبدأ مباشرة في العلامة الأولى، وهي أوضح علامة تدل على قبول الاستغفار، ألا وهي أن تترك الذنب فعلا. وهذه ليست فقط أوضح علامة، بل هي أنا أعتبرها علامة وهدف أساسي من الاستغفار. نحن هدفنا أن نبتعد من الذنوب، فإذا كنت تستغفر ومكثر من الاستغفار لأن الإكثار مهم جدا، وتطمع أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك، ثم وجدت بعد استغفارك والتزامك أنك أقلعت عن تلك الذنوب وأنك تجاهد نفسك عن الإقلاع عن ذلك الذنب، فاعرف أن هذه أول علامة وأهم علامة في بداية قبول الله سبحانه وتعالى لاستغفارك، فأبشر بالخير واستمر، لأن الإقلاع عن الذنب هو من أهم شروط للتوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الاستغفار لا يكون فقط تكرار باللسان، بل حين يقلع القلب والجوارح عن الذنب. نعم، نستغفر ونكثر ونلزم الاستغفار طول اليوم، ويجب ترطيب اللسان بالاستغفار والذكر، وفي المقابل يجب استحضار القلب والإقلاع عن الذنب. كل مستغفر وجد نفسه يقلع عن الذنوب فهو في الطريق الصحيح، وسوف يجني ليس الثمار التي تتخيلها، بل ثمار لا تخطر على البال. سوف تأتيك بإذن الله كل خيرات الدنيا والآخرة. كما قلنا، الاستغفار فيه أهم برهان هو أنك تترك الذنب، وهذا دليل على أنك صادق مع الله عز وجل وأن استغفارك صحيح. العلامة الثانية، حين تشعر بالحزن والندم في ارتكاب معصية، وكره المعصية يأتي مباشرة، يعني قلبك ينقبض ويشمئز من المعاصي والذنوب. هذه أيضا علامة رائعة جدا في أن الله تعالى فتح عليك وقبل استغفارك، وعليك أن تستمر. العلامة الثالثة هي الشعور بالراحة والطمأنينة. هذه أكيد كثير من الذين يستمعون والمستغفرين شعروا بهذه العلامة، وهي الشعور بالراحة والطمأنينة. أنا عن نفسي دائما أشعر بها. سبحان الله، بعد التوبة الصادقة تحس بالارتياح، قلبك يهدأ، صدرك ينشرح، تحس وكأنك تحررت من حمل ثقيل. سبحان الله، تحررت من الضغوطات، من العصبية، حتى نومك أصبح ممتاز، حياتك كلها انقلبت رأسا على عقب، حتى الطعام يصبح له لذة ومذاق آخر. نظرتك للحياة بصفة عامة تتغير مع الاستغفار والالتزام بالاستغفار. والله هذه الطمأنينة هي طمأنينة التوبة التي لا يمنحها الله إلا لمن قبلهم من المستغفرين والمكثرين الصادقين. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. العلامة الرابعة وهي حب الطاعات أو الإقبال على الطاعات وحب الله عز وجل. باختصار، تحس أن إيمانك بدأ يرتفع بعكس قبل استغفارك الذي كان فيه ذنوب وغفلة وكسل في القيام بالعبادة والطاعات. لكن هذه الغفلة وهذا الكسل لا يمحيه إلا الاستغفار، خاصة الاستغفار الكثير بالليل والنهار. فإذا وجدت نفسك بعد الاستغفار تميل مثلا إلى قيام الليل وإلى الاستماع إلى القرآن، أو مثلا تقبل على الصوم وتكثر من النوافل أو تكثر من قراءة القرآن، أو تحس مثلا أن قلبك يخشع في الصلاة وتشعر بلذة العبادة،
فاعلم أن هذه علامة عظيمة جدا أن الله قد طهرك وقربك منه وقبل استغفارك، لأن نور الله لا يعطى لعاصي. العلامة الخامسة وهي الابتلاء المطهر. كثير من الناس يقولون أنهم يستغفرون بأعداد كثيرة وملتزمين لأشهر بالاستغفار، ولكنهم يجدون عكوسات وتأتيهم أمراض ومشاكل وتعب نفسي. فكل هذه الابتلاءات تطهير من الله عز وجل في الحياة، ولكن انتبه، والله هذا دليل على أن الله يطهرك ليرفعك إلى درجات أعلى. قال الله تعالى: ويكفر عنهم سيئاتهم. إذن عند الالتزام بالاستغفار يجب أن تصبر وتداوم عليه، فإذا وجدت عندك علامة من هذه العلامات فاعلم أنك في الطريق الصحيح، واستمر واجتهد في المواصلة، فالله لا يخيب عبدا طرق بابه. المهم أن تستمر وتجتهد وتلح على الله، فالله هو أرحم الراحمين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى هنا وصلنا إلى آخر الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات ما هي العلامة التي شعرت بها بعد استغفارك. لا تنسوا وضع إعجاب. إلى فيديو قادم بحول الله تعالى.